السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني طبعا، وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى كده، انا بحضر الفطار. يعني دخلت المطبخ كده على طول بعد الصلاة وكله طبعا بحضر الفطار، وقلت بقى ايه افطر معاكم. انا لما بحس ان انا ببقى قاعدة معاكم كده، بحس لما بتكلم معاكم بحس ان انا قاعده مع اخواتي واصحابي. خدت بعضي كده في البلكونه انا وملوكه، وقلت اما نقعد نفطر كده مع بعضينا سوا سوا. شايفين؟ لا فيله بزلومه بتاكل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. حد غموا عينيكم، غموا عينيكم عشان خاطري. قاعده كده انا وملوكه بقى. قلت بقى نفطر، يوسف مش موجود، خدتها البلكونه والشمس طالعه جميله. فقلت اما نطلع ايه نفطر في البلكونه، البيض والجبنه وكده بقى، وعشان نشوف يومنا هيعدي ازاي. وما تنسيش بقى تحطي لي لايك وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. شايفين بقى؟ مفيش احسن من كده ولا اروع من كده. انا هو رغيف السن وكوبايه الشاي بلبن والجرجير والبيض وكده يعني. ملوكه بقى نطينا كده. ملوكه بقى حبت قالت لي يا ماما، انا ما كنتش عارف ان هي عامله لي روتين. فانا كنت في المطبخ، لقيتها بقى عماله تعمل في الاوضه بتاعتها هي واخوها، وعماله تلمع وتنفض. والله ملوكه بنتي ربنا يخليها لي جدا بجد. اشوفها احسن عروسه واحسن شهاده، وربنا يخليهم لي ويجعلهم بارين بيا دايما كده يا رب. حبت تعمل الاوضه بتاعتها، فهي بقى ايه بتعمل ايه؟ شايفين النظافه؟ حطوا لايك لملوكه، حطوا لايك وقولوا لها كلمه حلوه، عشان هي بتقرا الكومنتات بتاعتكم. طبعا هي بتعمل على قدها وبتعمل على قد جهدها. على فكرة ملوكة لسه صغنونة، 10 سنين او 12 سنة، بس صغيرة برضك. فبتعمل على قدها. شايفين بقى؟ مسكت السرير نفضته، ويلا قومي تشجعي يا ولية من تحت البطانية. ادي خليت البنت الصغيرة تنفض لي السرير والأوضة دي. شايفين بقى كده بتنفض وظبطت الكاميرا. جدع يا ملوكة، جدع يا حبيبتي. نفضي يا نور عينيا. ايوه كده بتنفض وبتقول ايه عشان التراوة. والله ما انا عارفه، هي بتلف لفت حوالين نفسها زي طلع لامك يعني. ايه ده؟ ادي بتلمع المرتبه متلخبطه. ضحكتيني والله يا ملوكه. شايفين؟ اهي كده فرشتها بعد ما نفضتها، فرشتها شاطره ولمعت المرتبه ولمعت السرير. انا بقول لها جايه بتعملي ايه؟ شايفين؟ اوعي يا بنتي يا فيلا، انت ببوسها وبحضنها وبقول لها ربنا يخليها ليا. بتروق لي الاوضه وادعوها لي، وادعوا الملوكه دعوه حلوه. تعالوا بقى نشوف ملوكه هتعمل ايه تاني كده. انا بقى حبيت اساعدها واعمل لها اكياس المخدات. قلت لها طالما كده بقى تعالي نغير اكياس المخدات وكده، مع اني بغير لهم كل جمعه يعني، بغيرهم مش اهي. وعملت بتلمع التلفزيون ده ما بيتفتحش اساسا يعني. بص انا قاعده كده على السرير وبشرب كوبايه النسكافيه. يلا بقى خلي نفسيتك حلوه كده ومتشجعي. بصي طول ما انت نفسيتك حلوه، انت ابدأي بنفسك، انت اعملي حاجه انت تحبيها، والله هتلاقي البيت كله هادي. ان شاء الله كله هيعدي. كلمه حلوه سمعيها لبنوتك، كلمه حلوه سمعيها لابنك، سمعيها افتحي لنفسك سمعيها، قوليها لنفسك في المرايه. مش تستنيش حد يقولها لك، بس بتقولك حط لايك. حبيبه ماما ملوكه بتلمع الأوضة والدولاب بتاعهم بقى كده وبتكنس. ملوكة في رغيف يا ملوكة، يا ملوكة. اديكي بالبوكس يا ملوكة، مش واخدة بالك ولا ايه؟ عارفين والله ساعات وقت التصوير ده هي تلاقيها مش واخدة بالها، اكيد يعني مش واخدة بالها. تلاقيها عارفين الواحد ساعة التصوير ده والله العظيم بيبقى متلخبط جدا. يا ملوكة بس على فكرة انا لما شفت الفيديو فهمتها، قالت لي والله يا ماما انا ما كنتش واخدة بالي اصلا، انا كنت عاملة على الكاميرا ومش عايزة حاجة تبان مني يعني وكده. على كل حال تشكر وشاطرة. وايه بنتي في ايه؟ وتستاهلي يا لوكا برضو لايك، وربنا يخليكي ليا. اهي بصوا بتقول لكم خليت الاوضه زي الفل زي الفل. حطوا السرير، بتوريكم السرير والاوضه ونفضتها وعملت لي فيها احلى روتين ده ولا ايه؟ وبترش معطر كمان. يا سلام يا سلام يا ملوكه. تسلمي لي يا حبيبه قلب ماما. تعالوا بقى كده، انا بقى دخلت على المطبخ، نطيتي في المطبخ. بصوا فراشه مكانها في البستان. هعمل ايه؟ جايبه مشمع بقى، بشيل الحاجه اللي على الرخامه عشان جايبه مشمع. هغير المشمع ده بقى كده، كفايه عليك. كتر خيرك يا حبيبي، تشكري الحاجه بتاعتك ما ترميهاش. انا طبعا هعيد تدويرها في ايه بقى؟ في الادراج. هحط المشمع ده في الادراج. وجبت دوت فرشته وقصيته طبعا. اديني كده بقص اهو مكان ال على قد الرخامه. وجبت بقى خلاص فرشته. يا نهار ابيض، جبته فرشته خلاص كده. وايه؟ واللهم صل على النبي. جبت البتنجان بقشره علشان هنعمل ايه؟ نرمين بالبتنجان هنعمل
احلى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه، طلعت تحفه تحفه تحفه. جبت البتنجان كده وقشرته، خلاص كده بعد ما قشرته بقطعه حلقات، لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. فين سنه اولى مطبخ اللي قد ملوكه بنتي يتفرجوا ويتعلموا حاجه من هنا على حاجه من هنا، عشان انتوا كلكم ستات بيوت شطار ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم كده طبعا. ايوه كده. واقطع البتنجان ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، وبس خلاص كده. هقوم نطه جايبه طبق، هحطه في قلب الطبق، وهقوم ايه تحط الملح، وهحط ملح في قلبيه على البتنجان، علشان بص بقول لكم نسيت ايه، تخينه يا كرستي، تخينه. ايوه كده. جبت الملح حطيت عليه رشه ملح حلو معتبره كده، وهقوم مقلباه عشان هينزل منه الميه السوداء. الميه السوداء اللي هتنزل من البتنجان ديت هي اللي ايه مش هتخليه لا يشرب زيت ولا حاجه. الكاميرا كانت عايزه تتمسح هنا، ولا يهمني ولا يهزني. وجبت الفلفل طبعا عشان اقطعه، قطعته كده. يلا بقى تشجعي وقومي اعملي احلى حاجه في بيتك، قومي اخرجي خروجه حلوه، اتمشي كده اي حاجه. والله العظيم يعني الواحد لما بيبقى رايق البال ده كل حاجه بتطلع حلوه قدامه. وما تنسيش بقى واحنا بنعمل كده الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بطاطسايه كده طبعا بعد ما قطعت الفلفل وقطعته وحطيته على البتنجان. جبت بطاطسايه كده عشان انا هحط بطاطسايه واحده بس هي اللي على المسقعه، مش هعمل حاجه جنبها. قشرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بعمل الاكل معاكم، عارفين انا واقفه اذا ما اكون ايه واقفه بالسله معاكم، مش بعمل اي حاجه. بقول لكم ربنا يخليكم ليا، احسن اخوات واحسن سند، وبحبكم طبعا خمسه بحبكم. بصوا الناحيه التانية حطيت البطاطس دي طبعا، الطاسه بتاعت البطاطس والقليه، وهنا جبت الطاسه ديت جبت فيها اللحمه هديها صدمه كده. ليه بقى هديها صدمه؟ علشان اللحمه المفرومه ما بتتغسلش، فلما بتديها الصدمه كده فبتطلع منها ريحه الزفاره. تعالوا بقى اشربوا نسكافيه. ايوه كده. اديها الصدمه بتاعتها واقلبها لحد ما لونها يتغير. هقوم حاطه عليها ايه، بصوا بقى انا وانا هي هينزل منها دهون اللحمه، وانا بس اعصجها كده هينزل منها دهون. فقلت ليه ما حمرش الفلفل مع اللحمه المفرومه، ده ياخد من طعم ده، هتبقى ولا احلى من كده. قلبي كده. ايوه. وما تنسيش بقى لو وصلتي للحته ديت تحطي لي لايك، حطي لايك. ايوه حطي لايك. وحطيت بصله مفرومه كده، بشرتها بصلتين حلوين عليها، قمت مديها لها بعد ما اللحمه طبعا خدت الصدمه مع الفلفل، واقلب كده. بصوا حطيت فصين توم، بقول لكم حطيت فصين توم بعد ما خدتها تقليبه حلوه. ايوه كده. ويا سيدي ايوه قلبي قلبي قلبي، جميله قوي. وحطيت فلفل اسمر، وطبعا هحط ملح وكمون، ولا احلى من كده. انا بصراحة والله مش عارفة اشكركم ازاي، وتشجيعكم ليا ووقفتكم معايا، ربنا يخليكم ليا احسن سند وظهر. والله العظيم انا بس عايزاكم تشجعوني بلايكات، ما تنسوش اللايكات، ولا تنسوا تتفرجوا لي على الفيديو طبعا عشان يترفع، عايزة اكبر يا جماعة. انا هنا حطيت ايه على بعد ما حطيت الطماطم طبعا وانتوا كلكم شفتوا، خدت غلوتين، قمت حاطه عليها نص معلقه سكر عشان الحموضه، مش هتعمل اي حموضه بقى خالص خالص. انا كده قليت البتنجان وقليت البطاطس، وهي اديتها تسبيكه كده، نص تسبيكه. ليه نص تسبيكه؟ عشان هدخلها الفرن. معلش بقى الشاشه كانت عايزه تتمسح هنا ولا ايه مش عارفه. ايوه كده. بص بقول لكم هنا انا قبل ما احط الطاجن، قبل ما احط البتنجان في الصينيه بتاعتي، صينيه بقى اي حاجه بايوركس اي حاجه، جبت المنديل ونشفته من الزيت حلو قوي. وبص بقى برص البتنجان بتنجانيه بتنجانيه، وانا برصها بديها ايه تكه كده بالمعلقه اللي معايا دي، عشان عيالي مش بيحبوها صحيحه، بيحبوها ايه اهرسها شويه بالشوكه كده. فانا بعملها لهم زي ما هم بيحبوها. وانتي طبعا يوسف ابني جه هنا طبعا بيقول لي ماما ينفع ادوق من اللحمه دي؟ قلت له طبعا ينفع. انا ما بخليش بصراحة، يعني هم اي حاجة بيطلبوها، مش اي حاجة اي حاجة، بس ما بحبهمش عايزين حاجة، مش بحبهم محتاجين حاجة. ربنا يخليهم لي. جاب عيش كده وفضة معلقتين بالهنا والشفا ليك طبعا. وكده بص بحط بقى عمالة ارصي واديها نغزة كده بالمعلقة، خلاص كده اديتها نغزة حلوة كده بس كده. وبرص بقى بقية الفلفل اللي عندي، وهحط ايه، وهقوم حاطة اللحمة عليها.
ايوه كده، مش عايزاكم تزهقوا ولا تزهقوا ولا تملوا. حطوا لايك، حطوا لايك وصلوا على رسول الله وما تسرحوش مني وانا بعمل الطاجن بتاعي. هم 11 دقيقة عمقي. خليكوا قاعدين معايا وانا بحبكم جدا جدا. خلاص حطيت بقية اللحمة وبقية الصلصة في قلبها. خلاص كده، واحطها في الفرن. خلاص في ثانية الا ثانية هي طلعت من الفرن. شايفين؟ بقول لكم بقى تعالوا شوفوا جمالها وحلاوتها. والله العظيم بجد الصينيه خلصت عندي، كانت تحفه تحفه، مشطشطه، طعمها كان جميله جدا، لذيذه فعلا. واقول لكم هنا بقى ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه ودعوه حلوه منكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وباي باي.